بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا الله. النهاردة ابتدينا نروح لفليزر ماركة AHT. ده ماركة أسبانية، حاجة بسم الله ما شاء الله عليه، حاجة من الماركات النظيفة والمعمرة. بس هو في مشكلة بسيطة، ان الكباس بتاعه ده اتحرق. رحنا كشفنا عليه لقينا الكباس ده محروق، فهنغير الكباس ده. جبنا كباس نفس القدرة ونفس الامكانيات بتاعته، وهنبدأ نغيره ان شاء الله. بس ايه بقى سبب اللي حرق الكباس ده؟ سبب اللي حرق الكباس ده ان هو الجو حر عليه، والمروحة ديت وقفت. المروحة ديت لما بتقف بتحرق الكباس ده. فيا ريت اي حد عنده فليزرات في سوبر ماركت او في مطعم او في اي حته يتاكد دايما ان المروحه ديت على طول شغاله. وقفه المروحه ديت بتحرق الكباس ده. فيا ريت كل واحد عنده سوبر ماركت او اي مطعم يهتم بالفليزرات بتاعته، بالثلاجات بتاعته دايما، ويشيك عليها وينضفها بالبلور، ويتاكد ان المروحه ديت على طول شغاله. لان المروحه ديت بتبرد السربنتينه اللي قدامها دي، وبتبرد الكباس ده عشان تخفف عنهم الحمل وعنهم الضغط، وتديك كفاءة جوه الفليزر كويسة، تخلي التبريد عندك كويس و10 على 10. فلو اي حد ظهرت عنده مشكلة او في اي حاجة، يا ريت يتصل على 010 33 34 790. معاكم ماهر الفلسطيني لإصلاح وصيانة الثلاجات والديب فليزر وغرف التبريد. هنتابع بقى مع بعض واحنا بنركب الكباس الجديد ده مكان الكباس القديم ده، ونشحنه وان شاء الله نوريكم النتيجة بإذن الله في آخر الفيديو.